السلام عليكم ورحمة الله. وزير الثقافة المصري يكرم الموسيقار المغربي أمين بوتشر اليوم بعد انتهاء حفلته بالعالمين بمصر، والذي أدخل الفرحة والسرور على قلوب المصريين، ويحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودراج ينفجر على الهواء وينتقص من الموسيقار المغربي أمين بوتشر. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلم ومحب وفخور بالأسطورة الفن المغربي الراقي أمين بوتشر، فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. هزت حفلة العالمين والتي أحياها الموسيقار المغربي أمين بوتشر هزت مصر والعالم كله، وذلك بعد النجاح الساحق والتي حققته هذه السهرة التي حضر لمشاهدتها أزيد ما يزيد من 20 مليون شخص، الأمر الذي تسبب في نفاذ جميع التذاكر خلال ساعات قليلة. ولكن ما هز الجزائر هو التكريم المصري للموهبة المغربية الكبيرة أمين بوتشر، فقد تناولت وسائل الإعلام المصرية وخاصة جريدة اليوم السابع منذ قليل خبر تكريم وزير الثقافة المصري للنجم المغربي أمين بوتشر ومنحه أعلى وسام في مصر تكريما لنجاحه الكبير، فيما صرح وزير الثقافة المصري بأنه يحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمغربي أمين بوتشر، وقال أن الرئيس السيسي لم يتوقع هذا النجاح الكبير، لكن المغاربة لا يعرفون المستحيل ويصنعون المعجزة دائما. فقد شاهدت هذه الحفلة واستمتعت بها أنا وعائلتي الصغيرة، وبهذا الطرب الأصيل والذي أمتعنا به الموسيقار المغربي أمين بوتشر، فكل ما هو مغربي جميل، والمغرب أصبحت متميزة في كل شيء، ولا يمكن لأي دولة عربية أن تضاهي المغرب في الوقت الراهن سواء في الفن أو الرياضة أو مجالات أخرى. وبعد هذا النجاح الكبير والذي حققه هذا الحفل بفضل الموسيقار الكبير أمين بوتشر، فسنحيي حفل جديد وضخم الشهر المقبل، وسنجمع فيه مجموعة من النجوم المغاربة لكي يمتعونا بالمزيد من الطرب المغربي الأصيل. وهذا ما تسبب في جنون المعلق الجزائري حفيظ دراجي، والذي نشر تدوين له عبر فيسبوك منذ قليل وقال: هذا هو زمن التفاهة، عندما نعطي قيمة لأشخاص تافهين لا قيمة لهم. وأنا أقول للسيسي ولوزير الثقافة المصري: الجزائر كبيرة عليكم بفنها الكبير، ولا أحد يستطيع منافستنا. وأنا أظن أنك يا سيادة الرئيس لا تعي ما تقول، أو أن المغاربة سيطروا على دماغك بالسحر الأسود. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في تكريم وزير الثقافة المصري للنجم المغربي أمين بوتشر؟ وما رأيك في تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.